السلام عليكم ورحمة الله. نفرغ فيه الخليط وندخلو للفرن يكون مشعول مسبقا على 180 درجة، مشعول غير من التحت. تيبان ليا الكيك بدا كيتحمر من الجناب، عاد باش كنشعل عليه الفوق. دابا غندوز باش نحضر الكريمه. عندي 200 غرام ديال الجبن الابيض، نصف لتر ديال الكريمه السائله، نضيف عليهم 2 اكياس ديال الفانيلا، غنخدم هاد المكونات مزيان حتى نحصل على القوام اللي بغيت. في الاول غادي نخدموا الضراب غير بشويه، غادي نقصوا الضراب حتى يندمجوا لينا المكونات، عاد باش كنزيدوا في السرعه ديال الضراب. هاد الكيكه كتجي خفيفه ومنعشه، صلح لينا كديسير في هاد الحر هذا. صافي كما كتشوفوا الكريمه بدات كتطلع. في هذا هو القوام اللي غادا نحصل عليه. ضروري ما تكون الكريمه شاده راسها. غادا نخليها على جنب. هنايا من بعد ما طاب ليا الكيك وبرد كيجي على هذا الشكل، السمك ديالو كيكون رقيق. غنحيد ليها الطبقه التحتانيه ديال المول وغادا نوضعو في الطبق. فاش غادا نقدمو غنعاود نرد ليه الاطار. هنايا غادا نسقيه بنصف كاس ديال عصير البرتقال، وغنبدا نوضع قطع ديال الخوخ على هذا الشكل. هما هنايا باش يبان لكم مزيان اللي قطعته على شكل نصف دائره. نستمر بهذه الطريقه تنكمل الدائره ديال الكيك كامله من الجناب على هذا الشكل. صافي وكناخذ الكريمه كنحاول باش نعمر الجناب مزيان. كما كيبان لكم انا عمرت الجناب هما الاولين باش ما يبقاوش لينا دوك الفراغات. صافي حتى كنغطي الكيك كامل. من بعد كندير القطع ديال الخوخ هنايا انا قطعته مكعبات. كناخذ 3 المعالق كبار ديال الحليب المركز المحلى
كنسقي بهم الخوخ بهذا الشكل. ممكن نعوضوا الخوخ باي ديسير متوفر عندنا في البيت، او كنفضلوه ماشي ضروري نلتزموا بالخوخ في هذه الوصفه. بالنسبه للحليب مركز كيبقى كاضافه اختياريه، اللي ما بغاش يضيفو ما غاديش يضيفو، كيزيدنا واحد اللذه لهاد الطورطه هذه. صافي، وكنوضع الطبقه الاخيره ديال الكريمه اللي بقات ليا غنوضعها كامله في الطبقه الاخيره. صافي، وكنحاول باش نقاد ليها السطح مزيان، نغطي الخوخ ونقاد السطح ديال الطورطه ديالي مزيان. صافي، من بعد ما كنقادها كندخلها للثلاجه وكنخليها لمده ديال ساعتين حتى تتبرد وتشد ليا الكريمه مزيان. هنا من بعد ما شدت ليا الكريمه مزيان ما كتشوفوا كنحيد المول، كيتحيد لينا بسهوله. هذا هو الشكل ديالها. وبالنسبه للزين، الزين كيبقى اختياري. انا زينت بقطعه ديال الخوخ. صافي، كناخذ الشوكه او الفورشيط وكندير بها خطوط على هذا الشكل، كنديهم وكنجيبهم وكنوضع القطع ديال الخوخ نزين بهم، وكنضيف عليهم وريقه النعناع. ونزين بسيط، الزين كيبقى حسب الذوق وحسب الرغبه كما كنقول لكم دائما. وهنايا خديت شوكولاته ديال الدهن زينت بها من الجناب. وكان هذا هو الشكل ديال لاطاغ ديالنا، كتجي رائعه وكتجي منعشه. كنتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم وتجربوها بالصحه والراحه. شكرا على المشاهده، وما تنسوش ديروا لايك، تبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.